بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. فكرة جديدة إن شاء الله تعجبكم تكون سهلة. معانا مجسم. النهاردة فيديو عن المجسم وهتشوفوه في آخر الفيديو إن شاء الله هنستعمله إزاي. ده بتجيب صورة لو ما بتعرفش ترسم زي كده هتجيب صورة من على النت. دي رسمها لي أخويا تمام، وبتعملها على ورقة كرتونة. بعد كده بتجيبها بتحطها على ورقة فيل، وبتبدأ تحدد الرسمة. تمام. بعد كده بتجيب مسدس الشمع وبتلف عليها، وممكن تحط الشمع على الكرتونة وتلزقها على طول، أيهما يعني تفضل. تمام. بعد كده بتبدأ تفرغ الفيل بقطر، تفرغ الفيل اللي حوالين المجسم اللي معاك أيا كان بقى المجسم. ممكن ترسم عصفورة، ممكن ترسم وزة، أي حاجة أنت عايزها بتعملها بنفس الطريقة. كده تمام. بتبدأ بعد كده تظبط المجسم، يعني تحدد الجسم بتاعها بالظبط. بتخلي المشرط او القطر معاك بشكل دائري، يعني بشكل مايل سنة، بحيث ان انت تجيب الشكل مظبوط معاك. تمام. وطبعا واحدة واحدة عشان ما يبقاش في اي اصابات. ربنا يعافينا ويعافيكم بإذن الله. بعد كده معانا اسمنت ابيض وغيرها. ده غير نوع اسمه بنتا، غير ده كويس، بنتا 300. ده انا بستعمله كويس جدا. بتاخد حوالي 50 جرام على نص كيلو اسمنت ابيض، او اقل من نص كيلو. بالطريق بيكون معاك بنفس القوام اللي هتشوفه دلوقتي. بعد كده بمسدس الشمع، وبتبدأ طبعا تسخنه. وبعد كده بتعمل ايه زي نقرات فيه، او عشان خاطر ايه الاسمنت يمسك معاك وما يسيبش. ديت الفتحات ديت فتحات خفيفة خالص، بحيث ان الايه الفل يمص الاسمنت، ما ينطرش الاسمنت من عليه. بيكون معاك الاسمنت بنفس القوام ده. لو عملت اي فكرة او اي حاجة بنفس القوام ده وحطيت على الاسمنت الابيض غيره، مش هيسيب. بس اهم شيء يكون متدرب كويس او معجون كويس، وبعد كده هتلاقي معاك شغال كويس جدا. طب بتبدأ بعدها ب10 دقايق بتلاقيها شكت سنة بمية بايديك، بصوابع ايديك. بتبدأ تظبطها كده، اي حتة فيها تعريجات، اي حتة فيها اسمنت زيادة، بتبدأ تساوي كله ببعضه. تمام. بتبدأ بعد كده الصنفرة. معاك صنفرة 300، صنفرة 100، 320، صنفرة خفيفة. صنفرة انت بتسأل عليها بتقول له عايز صنفرة 320، بتلاقي صنفرة ناعمة. تمام. تبدأ بعد كده تدهنه بلاستيك. ده بلاستيك نص لمعة، او لو ما عندكش نص لمعة ممكن بلاستيك مطفي او زيت، مفيهوش اي مشكلة. تبقى بعد كده بتحدد الشكل بتاع المجسم اللي معانا. طبعا دي كلها حاجات بسيطة، يعني ما فيهاش مشكلة بإذن الله. بتحدد المجسم معاك وعملت شكل كويس تستخدمه في شغل كتير جدا. طبعا انا بستعمل بالنسبة للحاجات دي بستعمل شغل كله اللي هو الدهان المائي، ابيض مائي مثلا، ذهبي مائي، نحاسي مائي. ده بيبقى غالي شوية بس حلو، بيكسي بسرعة وما ما بيهدرش معايا موت. ده سن ابيض مائي على سن اسمر، على سن اسمر تلوينة. بتبدأ تديك اللون اللون اللي هو الرصاصي الفاتح او الفراني. طبعا بتعيد على الاماكن اللي هي اماكن الريش والحاجة ديت، بحيث ان المجسم يبان معاك اكتر. وده بيبقى الشكل معاك في النهاية.
ده شكل نافورة أنا كنت عملتها قبل كده، هسيب لكم الرابط في أول تعليق لو أنت عايز تعرف النافورة دي بتتعمل إزاي. هي مش مكلفة خالص، هي كلها إعادة تدوير من حاجات موجودة في البيت، يعني مش هتكلفك نهاية غير حق الموتور والأسمنت بس. وحبيت تدهنها مفيش مشكلة، ولكن يفضل إن أنت تدهنها بالشكل اللي يريحك. ولو هتدهنها ياريت تدهنها كلها زيت عشان خاطر تعزل المية، وده بيكون شكل نهائي. يا رب يعجبكم. سهلة وبسيطة مفيهاش أي مشكلة خالص. أي مجسم اعمله بنفس الطريقة ديت هتلاقيه معاك شغال كويس وهيريحك، خصوصا لو عملت بالأسمنت بنفس القوام اللي انت شفته. يا رب الفيديو يكون عجبكم بإذن الله، وما تنسوناش اللايك والشير. ولو ليك أي تعليق أو أي سؤال أو استفسار ياريت تسيبولنا في التعليقات وهرد عليك على طول بإذن الله. ولو حضرتك أول مرة تدخل القناة ياريت تشرفنا وتشوف الأفكار اللي قبل كده، ويا رب تعجبك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.